في جويليا، بين جويليا واوت 62 عندما دخل الجيش اللي كان خارج الجزائر تاع بومدين وبن بله. كان الجي بي ار اجتمع، قلنا في مؤتمر طرابلس، بعد ذلك ما تفهموش، هذوك هربوا والاخرين جاء بن بله والجيش في الوقت هذاك بومدين تفاهموا بن بله وياه باش يدخلوا ويديوا السلطه بالقوه. دخلوا. الشعب الجزائري كان له رد فعل في هذاك الوقت، خرج برا يتظاهر ويقول 7 سنين بركه. نعم. احنا دوك واحد كيشوف من باب العاطفه، يقول لك هذا شيء عظيم، الشعب الجزائري ما يحبش الدم تاعو يسيل ويحب يوقف يعني هذاك الاقتتال بين الناس. في الحقيقه هو خطا كبير. ما كانش لازم نقولوا 7 سنين بركات، الا لازم نزيدوا عام ولا عامين تاع اقتتال من هذه المره بيناتنا، لكن ما نبنيوش بلادنا على الانقلاب. كي تبني بلاد اول حياه يعني في الطفوله تاعها تبدا تبنيها على منكر، لانه الانقلاب هو فعل قوه، تجي جماعه باسم اعتبارات معينه تقول لك احنا اللي مجاهدين، احنا اللي حررنا البلاد، بينما كنتوا في برا، كنتوا في خارج. انا ماشي باش نحاسب الناس ولا باش ندخل في اشكاليه هذه، باش نبين برك باللي اسسنا بلادنا على غلطه. وهذاك التفاهم بين بن بله وبومدين والجيش بالقوه، يعني الاخذ السلطه بالقوه. والغلطه هذه ليومنا ما زالت تتبع فيها، هي قضيه الشرعيه، يعني ضرب الشرعيه في الصميم. هذا هو. ومن بعد هما بعد تكناط بيناتهم 65 يعني 3 سنين بعد بومدين نحى بن بله، دار انقلاب ثاني. اذا الانقلاب الاول ضد جي بي ار الحكومه المؤقته، ومن بعد اذا احنا الشعب عاطفي كما كنت تقول لي ديك النهار انت. الشعب هذا انوسون، كوبابل وانوسون. انوسون ما يعرفش. علاش ما يعرفش؟ ما عندوش تجربه تاع الدوله، ما كانش هو يشرف على الدوله في السابق. شكون يتذكر بالدوله الجزائريه؟ نطلعوا العهد الداي حسين وكل شيء هما اتراك. نعم. من القرن الخامس عشر للقرن التاسع عشر كانوا الاتراك يحكموا فينا حتى جاوا فرنسا. الحكم التركي ما كانش حكم جزائري، ما كانش. الجزائريين كانوا حتى يعني الاتراك يتعاملوا مع لي كولوغلي. الكولوغلي هادو هما الجزائريين اللي ولدوا من زواج بين تركي وجزائريه. عددهم كان 2000 ولا 3000 ولا 4000 في اكبر تقدير. ما عندناش يعني الممارسات تاع اجتماعيه، ما عندناش ممارسات، ما عندناش سلطه. فوالا. كما يقول لك ابن خلدون عنده كلمه يقول لك